السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هنا عبد الصمد بدوي ممتاز. الحفيدي العرض يمين يسري والحفيدي بالراس يا الحفيدي، والكرة تصطدم بالعارضة، تضرب في العارضة وتخرج 0-0 في أول تعامل ممتاز. شوف الإعادة، البدوي مع يسري بوزوك، مشالو بوزوك، هنا الساند البدوي يرفع كرة الحفيدي من دون رقابة، يضربها بالراس والكرة تصطدم بالعارضة وتخرج بعد ذلك إلى ضربة مرمى. لكن طريقة تعامل مميزة من الحفيدي لما ضرب كرة براسه بهذه الصورة. نعم كان قريب جدا من زيارة الشباك الثاني. أوصل لي مايكل يتقدم. مايكل ماذا سيفعل مايكل؟ العرضية وخطيرة وناس. ماذا يقول الحكم؟ هنا أخطاء على مستوى الدفاع في نهاية الأمر. حكم يحسبها ضربة حرة. هذه الإعادة مجددا. هنا الخطأ المرتكب مشاهدينا الكرام من المهاجم. هنا خطأ واضح. هنا لحظة إعادة الكرة، سوء تفاهم بين أنس زنيتي ومحمود بن تايك في نهاية الأمر. أنا بن تايك في لمسة، يا سلام على هذا التبادل، وركلة جزاء. ركلة جزاء في هذه اللحظات لفائدة فريق الرجاء الرياضي. لعبة ثنائية بين بن تايك. لا هنا توتر بن تايك مع أحد لاعبي فريق سيمبا التنزاني. هدوءكم في هذه اللحظات مطلوب. لا نريد هذه الإعادة الكرة الماضية ربما من هذه الزاوية قد تكون أوضح. هنا لحظة السقوط والحكم شاف تحايل من محمود بن تايك. اللقطة المباشرة كانت توحي بأن هناك تدخل، لكن الإعادة في منتصف الميدان. التغيير كلي على جهة اليسرى في اتجاه يسري بوزوك، يسري وحمزة. جول حمزة خاب يفعلها، حمزة خاب يسجل، حمزة خاب يعطي الأفضلية لفريق الرجاء الرياضي في توقيت ممتاز. غلطة دفاعية يعاقبهم حمزة خابة. إذا النتيجة تتغير مشاهدينا الكرام. حمزة يسجل الجول الأول لفائدة فريق الرجاء الرياضي. حمزة خابة رابع أهدافه في مسابقة الشامبيونز هذا الموسم، اللي يتساوى مع ليبو ويتساوى مع كذلك الشامة لاعب نادي سيمبا. هذه العادة مرة أخرى غلطة دفاعية، والقناص كان في الانتظار. يسري بوزوك بالراس، والقناص هنا القناص يقتنص الجول الأول لفائدة الأخضر العالمي. الرجاء يتقدم قبل لحظات من نهاية الشوط المباراتي الأول. رابع أهداف حمزة خابة مع الرجاء في منافسات دوري أبطال. على الجهة اليسرى تغطية دفاعية، بعد ذلك هنا انطلاقة تسديدة وناس زنيتي في المتابعة. ذلك انسى لأنه اللاعب اللي خضع العديد من العمليات البينية هنا، والمتابعة لحارس المرمى مانولا. بعد ذلك أيضا الصافرة ستأتي بعد حين نهاية الجولة الأولى. فعلا هنا صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء الرياضي 1-0. يسري بوزوك وحمزة خابة. بالمقابل أيضا لا تغييرات من المدرب البرازيلي روبرتينيو بالاعتماد على ماتشي لأبعد نقطة في منافسات دوري أبطال إفريقيا. تضيع ديال الكرة صعبة وهدف التعادل لفائدة نادي سيمبا التنزاني عن طريق اللاعب أوتوس. غلطة كبيرة لكن معلش في متسع من الوقت
للعودة مرة أخرى للتقدم. سنشاهد الإعادة مجددا. أول كرة تنزانية وأول هجمة تنزانية، لكن أيضا هدية تأتي من المدافعين وحارس المرمى أنس أزنيتي. سنتابع هنا الأخطاء المرتكبة. الخطأ الأول من محمد زريدة، وبعد ذلك الخطأ الثاني من المدافعين في العمق، وأيضا خطأ أنس أزنيتي في التقدير الذي لم يكن موفقا. هنا الخطأ الأصلي خطأ محمد زريدة. هنا تباطؤ الهدودي في الضغط على لاعب أوتوس انتبه لخروج أنس أزنيتي، وبالتالي يرفع عليه الكرة بهذا الشكل. لكن الخطأ في الأصل هو من محمد زريدة. الخطأ الثاني الهدودي الذي تبع زكريا الهبطي. لازالت رجاوية، لازالت رجاوي الحافظي، ولكن مرت التسديدة جول. مرت نعم الفرصة الأبرز للرجاء الرياضي مع بداية هذا الشوط. محمد زريدة من سدد الكرة الماضية، ولكن مرت جانبية. الإعادة القادم من الخلف. محمد زريدة باليمنى، عانى قوية تلمس خطأ انطلاقة من حمزة مر ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء يا حمزة، وأنت من ستتكلم بتنفيذها. حمزة خابة نعم سيتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. قرار سليما، والدفع كان موجود. شوف المرور من حمزة خابة والخطأ المرتكب هنا. نعم كان في دفع واضح، وبالتالي ركلة جزاء يعلن عنها حكم المواجهة. إذن ركلة جزاء. إذن حمزة خابة يتهيأ للتقدم. حمزة خابة يتلقى الإشارة عشان يواجه مع مانولا. حمزة خابة جول. حمزة جول الهدف الثاني للأخضر العالمي من ركلة جزاء وفرحة الأنصار. هو خامس هدف لحمزة خابة في مشوار الشامبيونز، وبالتالي ينفرد بقائمة والصدارة هدافي دوري الأبطال في نسخة 2023. والوقت معك يا حمزة، لما لقد تسجل الهاتريك في هذه المباراة. هنا الإعادة، وهنا الهدوء، وهنا الثبات، وهنا الأناقة والرزانة في وضع الكرة في الزاوية البعيدة وفي عكس اتجاه رجائي الرياضي. بينما هنا انطلاقة من الجهة اليسرى. هنا في العمق ممتازة بولاكسوتو، روعة الجول بولاكسوت. نعم يسجل ثالث الأهداف قادمة بالثلاثية. هنا الإعادة، ليس هناك وضعية تسلل، الكنترول، وبعد ذلك باليسرى حصرها بيمينه وتابع بيسرى. هنا الإعادة، شوف طريقة حصر الكرة من أروع ما يكون. بخارج القدم حصرها، بخارج القدم. هنا وقف الكرة، روضها، وباليسرى نعم سددها في أقصى يمين الحارس. نعم في صحني رجعت للكرة. اونيانغو يضغط عليه من جديدة، رجعت للخلف. مانولا في المتابعة، مانولا يمرر. وفي هذه اللحظات فعلا الحكم من الموريشيوس يعلن على نهاية المواجهة بانتصار هو الخامس للرجاء الرياضي في دور المجموعات 3-1 في مباراة تألق فيها. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.